الله. يا هلا فيكم متابعينا الغاليين في حلقتنا التاسعة بعنوان العدل. كثيرا من الدول يعني بيغيب مبدأ العدل، فكل الدول تكون غير ناجحة، والدول التي تبدأ على نظام وعدل ويعني إعطاء كل حق حقه، فما شاء الله صلاة على النبي شوفها متحضرة ومتقدمة. لذلك أوصي الجميع بالعدل. كثير من الآيات تدلنا على العدل، كثير من الأحاديث تدلنا على العدل. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي أحاديث كثيرة قد أسهو وأنساها، ولكن العدل هو الذي يجرد المؤمن، أو من سمات المؤمن يجرد عن أنه يظلم الآخرين وغيرها من الأشياء. لذلك العدل هو مبدأ أساسي لنجاح أي أسرة، أي دولة، أي علاقات. متابعينا طبعا في سؤال على الماشي. نشوف لقينا هنا واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا بطل؟ عرفنا على اسمك. قصي حميد محمد. خلاص قصي حميد، تمام يا قصي. يا قصي بدي اسالك سؤال، اذا جاوبت صح بدي لك جائزه. جيب لي آية عن العدل. إن الله يأمر بالعدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا سلام، إجابتك صحيحة. ألف مليون مرحبا بكم متابعينا في الفقرة الثالثة في برنامج رسالة خير في حب الغير. اليوم شخصية رائعة، شخصية مميزة، شخصية ممكن يعرفها الكثير، شخصية طبعت أثر في قلوب جماهير كبيرة وعظيمة. نتكلم ونتحدث عن فنانة وهي غنية عن التعريف، فنانة ابتسام محمد. فنانتنا القديرة ابتسام محمد، كيف حالك؟ حياكم الله واهلا وسهلا ووحشتيني. نورتي برنامجنا بذلك. نور بوجودك اكيد. استاذتي دعم متألقة في اعمالك. والله شرف كبير اسمع انسان مبدع بهذا الهامة الكبيرة يتكلم عني هذا الاشياء العظيمة. استاذتي الحبيبة والغالية، انا اقول لك تتكلمي بعفوية ببساطة عن موضوع العدل. يعني ايش رسالتش للناس في العدل؟ يعني انهم يعدلوا في حياتهم، في أولادهم، في كثير من القضايا. أكيد العدل شيء مهم في الحياة، خاصة يعني إن العدل هو أساس الحكم، والعدل حتى بين محبة الأبناء، العدل في يعني أداء الأمانات. يعني مش واحد يدي أمانة النهاية واحد يقول سهل مستسهل وطيب وكذا. فالعدل يعني أساس بناية الدول. يعني أكيد يعني أمتنا عادلة، يعني ولو هي كافرة بتقوم وتنشأ، لأن أساسها قانون وحكم وعدل ومساواة. وهذا هو الدين الذي أكيد، وهذا هو ديننا بيقول لنا أساس الحكم هو العدل، ولابد من إحنا من إقامته، وإن إحنا نلتزم به ونخلي شيء أساسي في حياتنا. وبالعدل كل شيء يكون جميل وكل شيء يكون صحيح وفي مكانه. يا سلام، شكرا يا أستاذ محمد على اللفتة الكبيرة والكلمات الجميلة الذي ترمز على جمال قلبك. يعطيك العافية، فنورتي برنامجي وتحياتي لك العظيمة. الله يحفظك. يعني ما شاء الله عليك متجددة ومتنوعة في أعمالك، وأتمنى لك التوفيق والنجاح، وأشوفك حاجة كبيرة إن شاء الله في المستقبل. يا رب. تسلمي لي يا أستاذ، تسلمي يا أستاذ، والله تحياتي لكم متابعينا. إلى لقاء آخر ومع شخصية أخرى. إلى اللقاء.